تبعوا معايا الوصفه. بول درت 2 حبات ديال البيض بدرجه حراره المطبخ مع نص كاس ديال السكر، ساشي الفاني، قبصه الملح. كنطرب مزيان حتى يبيض عندي الخليط. ضاعف الحجم ديالو، كنضيف كاس الا ربع زيت، كنضيفو بالتدريج. كاس ديال الحليب تنضيفو حتى هو بالتدريج، وانا تنطرب بالطراب. تجانسوا المكونات مع بعضياتهم. كنضيف معلقه كبيره ديال نكهه الفراوله، نمزج المكونات وتنضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق احتاجيت 2 كيسان ديال الدقيق بقياس كاس العنبه. ثم استخدموا غير كاس ونص، الا كان كيشرب عندكم الدقيق فراه كاس ونص كافي. حتى يبان لكم الخليط باقي خفيف شويه عاد زيدوا نص كاس اخر. نضيف ساشي ديال الخميره الكيماوي فئه 7 غرام. كنخلط المكونات مزيان صافي. ها هو الخليط عندي واجد. كنوضعو في واحد الاناء اللي كيسهل عليا انني نخوي في القوالب. بالنسبه للقوالب كندهنهم هنايا بمعلقه كبيره ديال الدقيق مع 3 معالق ديال الزيت، باش هكا لي ميني كيك ما يديروش واحد القشره قاصحه، غيديروا واحد القشره رطبه اللي نقدر نزولوها غير بالسكين. صافي كندهن القوالب مزيان، نبدا نفرغ فيهم الخليط على هذا الشكل. حاولوا ما تعمرهمش بزاف حيت باقيين غادي يتنفخوا في الفران. في اثناء الفران راه ديجا مسخن على درجه الحراره 170 درجه، غير من الاسفل. كندخلهم يطيبوا واحد 20 دقيقه، عاد نشعل عليهم من الفوق يتحمروا واحد 10 دقائق. وهذا شكل لي ميني كيك بعد ما خرجتهم من الفران كنديبوا ليهم على هذا الشكل. بالنسبه للقشره البيضاء فكنزولها بالسكين عادي. بالنسبه لهاد الكميه ديال الخليط خرجت لي 12 حبه، كنوضعهم على جنب على ما نقاد الكريم. بالنسبه للكريمه عندي 2 كيسان ديال الحليب، 2 معالق ديال السكر سنيده، 2 معالق ديال النشا. كنرفعهم العافيه متوسطه حتى يعقد عندي الخليط على هذا الشكل. وكنزيدهم ياغورت بنكهه الفراوله. كنخلط المكونات مزيان وتنبدا نعمر لي ميني كيك ديالي على هذا الشكل. حاولوا في هذه المرحله تزربوا شويه حيت الكريمه ما حدها كتبرد وهي كتبدا تجمد. بالنسبه للتزيين استخدمت هاد الوريقات ديال حبات الفراوله. بالنسبه للفراوله قطعتها المكعبات وزينت بها على هذا الشكل. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي ميني كيك ديالنا ديال اليوم. راه ما نقولش لكم شحال تيجيو بنات بزاف، وحتى في الشكل تيجيو زوينين وتيشهيو. وجدوهم لوليداتكم ولا حتى لضيافكم. جربوا بهذه الطريقه وردوا عليا الاخبار. السلام عليكم.